اشتريت شهادة في البنك بأعلى فايدة؟ مبروك، بس أحب أقولك إنك بنسبة 99% لسه بتخسر فلوس. أيوة، زي ما سمعت كده، مش بتخسر في أصل الشهادة، أنت بتخسر في الفايدة بتاعتها. الفلوس اللي بتنزل لك كل شهر أو كل 3 شهور دي في حسابك أنت سايبها نايمة. اسمعني كويس أوي في ال5 دقايق الجايين، لأني هقولك على خدعة بسيطة قانونية 100% وآمنة 100%، هتحول بيها الفوايد النايمة دي لماكينة فلوس صغيرة بتشتغل 24 ساعة وبالورقة والقلم. دي مش نصيحة استثمار، ده دليل لتشغيل فلوسك اللي انت مش مستغلها صح. جاهز تجيب ورقة وقلم؟ يلا بينا. خليني أسألك سؤال بسيط، لما بينزل لك العائد بتاع الشهادة أو الفايدة كل شهر أو كل 3 شهور، الفلوس دي بتروح فين؟ أغلبنا بيعمل حاجة من اتنين، يا إما بيصرفها وبتدخل في دايرة المصاريف وبيشتري بيها أكل أو شرب أو لبس أو غيره وباظت الخطة، يا إما بيسيبها في الحساب، بيسيبها مركونة في الحساب الجاري اللي هو أصلا ما بيديش فوايد. في الحالتين الفلوس دي ماتت، سواء اتصرفت او سبتها في الحساب الجاري، لان قيمتها بتقل يوم بعد يوم بسبب التضخم. وبكده يا صديقي انت ضيعت على نفسك اهم مبدأ في الاستثمار كله، بالظبط كده، الفوائد المركبة او العائد التراكمي. العائد المركب ببساطة معناه ان فوايدك بتجيب فوايد، يعني الارباح نفسها بتجيب ارباح تانية غير الارباح اللي بتيجي من رأس المال. لكن ازاي فوايدك او ارباحك دي هتجيب فوايد او ارباح تانية زيها وهي مركونة في الحساب الجاري او اتصرفت خلاص؟ هنا بقى بيجي دور المصيدة اللي هننصبها للفلوس دي. الاداة اللي هنستخدمها كمصيدة هي أأمن صناديق الاستثمار على الاطلاق، صناديق الاستثمار النقدية Money Market Funds. اسمعني كويس، انا عارف انك عايز تبسط الامور، فمش هقولك على مصطلحات اكاديمية او مصطلحات مجعلصة. كل اللي محتاج تعرفه عن الصناديق دي 3 حاجات: آمنة جدا لانها بتستثمر فلوسها في حاجات آمنة ومنخفضة المخاطر زي أذون الخزانة والودائع البنكية، يعني دي مش اسهم ولا بورصة. تكون سهلة جدا، سائلة، وتقدر انك تشتري وتبيع فيها في اي يوم عمل، والفلوس ترجع لك في نفس اليوم او تاني يوم بالكتير، يعني كأنها زي حساب توفير، بس حساب توفير ذكي شوية. السر كله هنا تكون بتديلك عائد يومي تراكمي، فايدة مركبة. ايوه، الفلوس اللي في الصندوق دي بتجيب لك فلوس كل يوم، حتى لو العائد ده بيتوزع شهريا او ربع سنويا، لكنه بيتحسب بيومي. الصندوق ده هو المصيدة بتاعتنا، هو المصيدة اللي هنرمي فيها اي فلوس سايبة علشان تبدأ تشتغل من تاني يوم وتجيب لنا ارباح وفوائد على طول من اول يوم. جهزت الورقة والقلم؟ ممتاز، ركز معايا بقى. هننفذ خطة المصيدة في 3 خطوات عملية. أول خطوة، احسب هدفك. أول حاجة هتمسك شهادتك، ولنفترض مثلا إنك مشتري شهادة ب100,000 جنيه، اكتب الرقم ده 100,000 جنيه. الفايدة بتاعتها مثلا 20% سنويا وبتتصرف كل 3 شهور، ده معناه إنه بينزل لك كام في الحساب كل 3 شهور؟ أيوة، 100,000 جنيه في 20% على 4 يعني بيساوي 5000 جنيه، يعني كل 3 شهور بينزل لك 5000 جنيه. اهو ال5000 جنيه دول هما الهدف بتاعنا. تاني خطوة، جهز المصيدة. هتعمل ده مرة واحدة بس، هتروح البنك بتاعك او من خلال الابليكيشن وتسأل عن صندوق الاستثمار النقدي الخاص بيهم، زي صندوق يومي في بنك مصر او صندوق فور في البنك الاهلي او صندوق AZ في اي بنك، وهتفتح فيه حساب، والموضوع ده بياخد حوالي ربع ساعة تقريبا. تالت خطوة، نفذ الخدعة، ودي اهم خطوة. يوم ما ينزل في حسابك ال5000 جنيه بتوع فايدة الشهادة، في نفس اليوم في نفس الدقيقة هتاخد الفلوس دي وتشتري بيها في الصندوق اللي انت فتحته. ما تنساش، ما تفكرش، ما تديش لنفسك فرصة تصرفهم. ايه اللي حصل دلوقتي؟ ال5000 جنيه دول بدأوا يشتغلوا من تاني يوم ويجيبوا عائد مركب.
مركب. طيب بعد 3 شهور كمان نزل 5000 جنيه تانيين من الشهادة، هتعمل ايه؟ بالظبط كده، هتاخدهم وترميهم في المصيادة، صندوق النقد بتاعنا. بعد سنة هيبقى عندك في المصيادة 20,000 جنيه اللي هم أصلا الفايدة بتاعت الشهادة، زائد هنا بقى السحر، زائد الفوائد المركبة اللي جابتها ال20,000 جنيه دي طول السنة. كده انت حولت استثمارك من استثمار بسيط لاستثمار بعائد مركب بأداء آمنة 100% وبدون أي مجهود. وهنا أقولك إن الفكرة مش في المبلغ، الفكرة في العادة نفسها. الفكرة إنك ما تسيبش ولا جنيه واحد في حسابك نايم، وهو ده أساس الاستثمار الصح. الخدعة اللي قلتلك عليها دي هي أبسط وأقوى تطبيق للعائد المركب الآمن. انت ما غيرتش استثمارك الأساسي اللي هو الشهادة، انت بس عملت ترقية لطريقة استلامك للفوائد. ما تستهونش بال100 جنيه أو ال200 جنيه الزيادة اللي هيجوا من الفوائد دي، لأن مع الوقت وبسبب قوة العائد المركب المبالغ دي هتتحول لثروة حقيقية. Call to action، تعالى بقى نعمل تحدي الأسبوع ده. ادخل على ابلكيشن البنك بتاعك دلوقتي واعرف اسم صندوق النقد بتاعهم واكتب لي اسمه في الكومنتات تحت علشان اتأكد انك فعلا بدأت تجهز المصيادة بتاعتك. سلام.